النهارده يا حبايبي كنت بشتري حاجات بقى رمضان، فروحت كده كارفور. اول حاجه دخلت عليها كانت التوابل. عندهم عايزه اقول لكم تحفه جدا وجميله قوي قوي. تمام، بجد خطيره. انا قلت يعني ان انا اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها من عندهم، بس انا بصراحه ما اشتريتش كل حاجه، لان بجد يا جماعه الاسعار برضو عندهم غاليه جدا، مفيش وفر خالص ومش رخيصه خالص زي ما الناس بتقول، والحاجه غاليه جدا جدا. اوكي، فهنا برضو حبيت ان انا ايه، الف لفه كده واوريكم الحاجات الموجوده، واقول لكم انا اشتريت ايه بقى الحاجات رمضان اللي اشتريتها وخزنتها عشان تبقى موجوده عندي يعني. فحبيت ان انا اوريكم كل الحاجات الموجوده. تمام كده اهو. هنا كان الخضار، والمكرونه دي على فكره يا جماعه حلوه جدا، انا جربتها هي جديده، بس انا اشتريت برضو منها عشان اجربها، وطلعت فعلا حلوه جدا، وجبت منها اللي هي القلم، وجبت منها الشعريه، وكانت جميله وتحفه، وكانوا عاملين عروض على الاندومي برضو اشتريته. وهنا عندكم الدي بتاع الكحك والبسكوت ده متخصص ليهم، حلو جدا لان بيطلع حلو بيهم. هو غالي شويه بس بصراحه جميل. تمام. هنا بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها كلها لرمضان وشلتها عشان تبقى متوفرة عندي. تمام. طبعا انا جبت من الاندومي عشان ده جوري بتحبه جدا، فاضطريت ان انا اشتريه يعني. ماشي يا حبيبتي. هنا بقى بالنسبه للدي اللي بقول لكم عليه، هو سعره بصراحه غالي شويه، بس يا جماعه بيكون حلو جدا في الكحك والبسكوت، يعني متخصص وحلو، فيا ريت ان احنا ايه، نحط الفرق عادي بين ده وده ونشتريه. تمام، ما دام احنا حابين ان احنا نعمل، لكن لو انت حابه ان تشتري جاهز فبراحتك، بس برضو اللي انت بتعمليه بيكون احسن وبيكون اوفر، يعني بيكون اكتر معاكي من اللي بتشتريه من بره. وادي المكرونه زي ما قلت لكم، هي بصراحة انا جربتها حلوة جدا، وجبت منها شعرية، وجبت منها لسان عصفور. تمام كده اهوت. وجبت ايه تاني يا ربي؟ هو طبعا المكرونة زي ما قلت لكم ان انا جبت منها الحاجات ديت، هركنها بقى على جنب. وهنا اللي جبت برضو واحد تاني من الدقيق اللي هو اللي بتاع الكعك والبسكوت وجبت طبعا دي الضحى، عشان انا اصلا بعشق الدقيق في البيت يا جماعه، برمضان من غير رمضان كل ما انزل الشارع اشتري دقيق. مش عارفه ايه موضوعي مع الدقيق، بس بصراحه بحبه ان هو يكون متوفر في البيت. تمام. فجبت كده دي الضحى، وبصراحه حلو جدا انا جربته، بس يعني في حاجات بيطلع فيها حلو وحاجات لا. اوكي، يعني في كده انواع حاجات بعمل بيها يعني وصفات ولا ايه بالضحى بيكون تمام، وحاجات مش قد كده. تمام. فانا جبت لحاجات معينه، والحاجات التانية برضو لسه هوريكم جبت لها ايه. وهنا بقى جبت طبعا التوابل دي من عندهم. جبت اول حاجه كده اهو الشطه. بصوا يا جماعه، احسن حاجه برضو ان انت تقدري تشتري التوابل باي سعر انت عايزاه، مش شرط حاجات غاليه، يعني بفلوس قليله جدا ممكن تشتري، يعني تشتري بال100 جرام، فبراحتك بقى. طبعا حاجات كلها بسيطه. ده كان زعتر ناشف، وجبت برضو كاري، وجبت كركم، وجبت توابل فراخ، وجبت توابل سمك، وجبت فلفل اسمر، وجبت توابل لحمه، وجبت كمون. وجبت ايه تاني؟ لا، جبت شويه توابل حلوين بصراحه. وجبت 7 بهار، وجبت سماق. وجبت ايه يا ربي؟ انا بحاول افتكر معاكم، عشان انا نسيت ان انا اصور حاجات التوابل دي بصوت وانا بعملها. ده كان صوص بشاميل شفته برضو عجبني، فقررت ان انا اشتري منه كده كمية قليلة. قلت هجربه اشوف اللي هو لو طلع حلو في البشاميل بعد كده ممكن اشتري منه، لكن لو مش قد كده نبقى برضو ايه ما جبتش كمية كبيرة يعني. وجبت برضو زعتر سوري، حلو جدا على فكرة، بيدي مزازة السنة كده في الاكل، طعمه بجد مختلف تماما عن الزعتر اللي هو المصري بتاعنا. تمام. وطبعا زي ما قلت لكم جبت الكاري اللي انتوا شفتوه يعني جبت شويه توابل حلوين من عندهم، وكلها هتنفعني. وهنا كانت جوري، وده يوسف ابن اختي، بس مش عارفه هو اللي جابهم هنا دلوقتي، بس تمام. اديكوا شفتوا جوري بالمره عامله ازاي. ماشي. وهنا بقى جبت الجبنه يا جماعه المزبده دي كان حوالي 2 كيلو ونص من الجبنه. طبعا دي هقسمها في اكياس وهشيلها في الفريزر، اقول لي مثلا كل يومين اطلع منها على قد السحور.
اوكي، ما بيحصلهاش اي حاجه خالص تماما. وسلفتي بصراحه اللي قالت لي على الموضوع دوت، فاشتريتها وهي طعمها تحفه وعملتها كده وشيلتها. وهنا بقى جبت تشكيله كده من المكرونات. يا جماعه مكرونه لمتنا حلوه جدا على فكره. هو في يعني في انواع تاني اغلى وفي انواع تاني ارخص، يعني دي في المتناول، وفي نفس الوقت المكرونه بتاعتها حلوه جدا ومش بتعجن نهائيا ومش بتنفش، اللي هي لما تسلقيها تلاقيها منفوشه جامد معاكي، لا خالص بصراحه حلوه جدا. يعني انا حبيت اقول لكم تجربتي معاها. انا اشتريت منها اللي هو الاسباجيتي، واشتريت من نفس النوع لمتنا يعني شعريه، واشتريت لسان عصفور، واشتريت مكرونه قلم. شكلت عملت تشكيله يعني واشتريت المكرونه اللي هي الصغيره المرمريه دي بصراحه انواع المكرونات اللي احنا بنحبها. لكن اللي هي المكرونه الخواتم اللي هي بتكون كبيره دي مش بحب اشتريها، عشان لما بتتسلق او بتتحمر بتلاقيها نفشت في الحجم اكتر وبيكون حجمها كبير، فانا مش بحب ان هي تكون كبيره. فجبت الانواع اللي انتوا شايفينها دي. يعني حتى اللي هي المرمريه دي ساعات بسلقها واعملها بالطماطم بتكون خطيره، حتى لما بتتسلق بتكون شكلها، يعني لما بتكبر سنه بتبقى شكلها لطيف، عكس اللي هي الخواتم دي. وفي ناس بتحب الخواتم جدا، ودي طبعا حريه شخصيه. تمام، بس انا بقول لكم يعني على الحاجات اللي انا بعملها. تمام، هنا بقى كده اهو زي ما عملت بقى تشكيله كده من كل حاجه. المكرونات الانواع اللي قلت لكم عليها يعني. وعلى فكره والله سعرها حلو جدا، مش غاليه يعني اوفر، وفي نفس الوقت لذيذه وحلوه في الطعم وجميله جدا جدا، جودتها حلوه. فعشان كده انا حبيت برضو اوريها لكم واوريكم انا جبت عشان انتوا تستفادوا منها. تمام كده اهو. بقيت بقى المشتريات اللي احنا جبناها اليميش بقى اوريها لكم، واوريكم برضو الحاجات تانية انا اشتريت يعني. يعني مش كل حاجه كانت مره واحده، يوم بعد يوم كده كنت بشتري كام حاجه. انا بصراحه اشتريت رز الساعه لاني بعشقه جدا، بحب رز الساعه قوي، وكان الفتره اللي فاتت مش متوفر خالص في الاسواق، فما صدقت ان انا لقيته اشتريته. واشتريت دقيق الكوثر. عايزه اقول لكم يا جماعه من احسن الدقيق اللي انا بحب استخدمه في حاجات كتير جدا هو الدقيق ده، برضو اشتريته. واشتريت كده معاكم كريم شانتيه، ده كريم شانتيه خام حلو جدا. هو سعره بصراحه غلي قوي، بس تمام يعني شغال برضو، ان انا مش هقدر استغنى عنه لان انا بحب اشتري الحاجات دي. وهنا اشتريت اللي هي التينيه ديت حلوه، عشان بقى ده مش رمضان بتستعمليها بتكون حلوه. وجبت الزبيب، وجبت مشمشيه، وجبت قراصيه زي ما انتم شايفين كده اهوت. يعني ممكن تكون مش كميات كبيره، بس برضو جبنا يعني عشان نحس برمضان. وهنا جبت الزبيب دوت، جايبه الرز البسمتي ومخصوص، بيبقى حلو جدا في الطعم وبيبقى حلو، هو اصلا مخصوص بتاع الرز. واشتريت طبعا نشا عشان مش قادره استغنى عنها. لكن الكيس الاخير دوت دي صوبيا عمان. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها قويه جدا وريحتها تحفه جدا جدا وطعمها بجد خطير. يعني انا بصراحه بحب ان انا اشتريها. وجبت هنا بسبوسه اللي هي كريمه ديت، جبت منها كيسين. وجبت لفتين قمر الدين، بس مش عارفه اللفه التانية كانت في انهي شنطه. وجبت دي برضو سوداني، فول سوداني. وجبت دقيق من السميد اللي هو بتاع البسبوسه برضو عشان ساعات بحتاجه، فحبيت ان هو يكون متوفر. ده بقى كاكاو خام اسباني. عايزه اقول لكم الكاكاو ده تحفه تحفه تحفه. ده اللي دايما لما باجي اقول لكم على الصوصات ان انتوا تجيبوه، عشان ده اللي بيفرق جدا في صوصات الشوكولاته وفي الكيكات وفي الحاجات دي. وجبت رز بسمتي، وجبت بقى الفول عشان اعمل ادمسه واوريه لكم هيبقى عامل ازاي. وده الفول المدشوش، وهخليكم تدمسوا احلى فول هتاكلوه في حياتكم. تمام، دي بقى الحاجات اللي احنا جبناها كده. ولسه برضو هوريكم بقيه الحاجات اللي انا جبتها. يعني حاجات كلها ممكن بسيطه مش كتيره قوي، بس بصراحه يعني هتنفعنا في خلال الشهر. وطبعا ما نسيتش بقى الكنافه عشان انا بحب اشيلها في الفريزر وتبقى يعني موجوده، عشان بحبها تطلع كده اكسرها تبقى حلوه لما اجي اعمل الكنافه. وجبت اللي هو الجلاش، ولسه هشتري كنافه تانية اللي هي عشان اعمل بيها حاجات تانية. واشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.